النهارده انا مش هقول لك على خبر، انا هقول لك على خبرين، واحد حصل امبارح والخبر التاني هيحصل الشهر الجاي. ان الفيديو ده يهمك انت لو واحد عايش جوه امريكا او بره امريكا. الفورمه القديمه مش هيتم قبولها اصلا. ايه يا جاكسون؟ يعني انا مش فاهم ايه اداره الهجره الامريكيه في العموم بتدور على ايه وعايزه ايه. هنا بقى الكلام يحلو، هل انا مؤهل ان انا اخد الجرين كارد ولا لا؟ ندخل بقى على الحلول بتاعه المصايب اللي داخله علينا ترف دي واحنا مش عارفين جايه منين. فاوعى تاخد اي قرار ليه علاقه بملف الهجره او الجرين كارد بتاعك لمجرد انك شفت قرار زي ده نازل من USCIS او انك شفت فيديو على السوشيال ميديا. حاولوا يقدروا يعرفوا الناس اللي جايه دي هل هي ناس عليهم هنا ولا لا. ايه بقى علاقه القانون ده بالناس اللي جوه امريكا؟ ازاي تطلع بره المشكله دي لو لا قدر الله غصب عنك وقعت فيها وكنت هنا امريكا قررت ان هي ما تغيرش حاجه واحده في العموم، خريطه مختلفه لما جاي من مستقبل. ففي تغيير مهم جدا لموضوع الجرين كارد، وهو ده السر وراء كل اللي هم بيعملوه حاليا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا جماعه، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. لو انت دخلت الفيديو ده فانا عارف ان انت ممكن تكون شفت خبر او حاجه. النهارده انا مش هقول لك على خبر، انا هقول لك على خبرين، وللاسف الشديد الاثنين انيل من بعض، ولكن هو مش نيله جامده قوي، الحمد لله نيله خفيفه شويه. واحد حصل امبارح والخبر الثاني هيحصل الشهر الجاي، ويا ريت يلغوه. لو ما شفتش اي فيديو ليا قبل كده فخليني اقول لك ان الفيديو ده طلع لك بالصدفه، يمكن علشان في ناس اكتر شافته، ولكن صدقني ما بين اخر فيديو شفته ليا والفيديو ده انا نزلت عشرات من الفيديوهات المهم جدا تعرف كل معلومه فيهم. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكمان شير لاي واحد من اصدقائك ممكن هو كمان يستفيد عن طريق هذا الفيديو ان شاء الله. المهم ان الفيديو ده يهمك انت لو واحد عايش جوه امريكا او بره امريكا، يعني من الاخر واحد بيحاول لسه يسافر ان هو يجي على امريكا ان شاء الله ويهاجر على امريكا، او واحد عايش جوه امريكا اوريدي وبيحاول ان هو يعدل وضعه ويحصل على الجرين كارد، او ان هو لسه حتى مقدم ومستني جرين كارد. كل اللي بيحصل ده ما هو الا مؤشرات لما هو قادم من ريستريكت وباوندريز وليميت اكتر على هذه البلد. بص يا سيدي، ليه بقول لك ان الاخبار دي تهم اللي بره امريكا واللي جوه امريكا، ولكن الاثنين ليهم حاجه مشتركه الاثنين، وهي ايه؟ البابليك تشارج. ايه يا جاكسون؟ يعني انا مش فاهم ايه البابليك تشارج ده. عارف المعنى الحرفي ان احنا بلد نعيش على المعونات؟ هم بقى بيدوروا على الناس اللي بتعيش على المعونات دول، يعني الناس اللي بتستفيد من الاخر من الدوله. واحد قاعد على حساب الدوله، واحد ما بيشتغلش، معوق اعاقه على البلد نفسها. هو ده حرفيا المعنى بتاع البابليك تشارج. تقوم اداره الهجره الامريكيه تعمل ايه؟ تطلع قرارين. القرار الاولاني ليه علاقه بالناس اللي بره البلد، والقرار الثاني ليه علاقه بالناس اللي جوه البلد. نبتدي بالقرار الاولاني وهو ليه علاقه بالناس اللي بره امريكا. مره واحده اسفك اداره الهجره الامريكيه قررت انها تعمل تدريبات لكل سفير ليها جوه اي سفاره امريكيه حول العالم، وانا هنا مش ببالغ، ده بجد اللي حصل. هيوقفوا اي مواعيد لاي تاشيرات هجره مؤقتا حول العالم كله. تخيل معايا ان انا دوله قررت يدربوا موظفين القنصليات بتاعتهم بطريقه ادق جدا في موضوع البابليك تشارج، ان في قوانين جديده نازله في البابليك تشارج، وهو ده اللي هم هيتمرنوا عليه علشان في المستقبل يقدروا يحددوا اكتر مين هو اللي يستحق الايميجرنت فيزا دي. انا ستيل في حاجه مشككاني كده ومحسساني ان انت مش فاهم يعني ايه كلمه بابليك تشارج اصلا. خليني افهمك كلمه بابليك تشارج دي بالطريقه اللي انت ممكن تستوعبها. بكل بساطه الكلمه دي معناها ان هل الشخص اللي داخل جوه امريكا ده يقدر ان هو يعتمد على نفسه ماديا ولا لا، وهل متوقع ان هو يعتمد على الحكومه في المساعدات بتاعتها من ناحيه بقى الماليه، مساعدات نفسيه، مساعدات صحيه، مساعدات ليها علاقه بالدراسه، ايا كان. انا ما بقولش ان الحاجات دي ما تقدرش تعملها، بس انا بفهمك ان الكلمه دي معناها ايه وهم بيدوروا على ايه. وبالتالي هم حطوا قوانين جديده واضافيه على موضوع البابليك تشارج عشان يقدروا يصنفوا الناس اكتر واكتر. ليها علاقه بقى بالايميجرنت فيزا، وليها علاقه اللي انا جاي اكلمك فيه بقى في الموضوع ده اللي جوه البلد في النقطه الثانيه ان شاء الله. يبقى كده اول قرار دخل بالفعل حيز التنفيذ ليه علاقه بالبابليك تشارج هو الموضوع بتاع توقف او اعاده جدوله مواعيد التاشيرات اللي ليها علاقه بالايميجرنت فيزا. من الاخر احنا حطينا قواعد وقوانين جديده للناس اللي فاكره نفسها جايه تستخدم الدوله في المساعدات، فاحنا هنعلم الناس بتوعنا ان هم يخلي بالهم من المواضيع دي علشان يقدروا ان هم ان شاء الله يصنفوا الناس على قد ما يقدروا في الناس اللي تستحق انها تاخد الفيز والناس اللي لا. نخش بقى على موضوع الخبر الثاني والاهم، لان ده ليه علاقه باي حد عايش جوه البلد هنا مقدم على جرين كارد او لسه هيقدم على جرين كارد، او خلينا نكمل مع بعض عشان ما نحرقش. نخش على النقطه الثانيه ان شاء الله ليها علاقه وليه انا ربطتها الاثنين ببعض وبموضوع البابليك تشارج. وقاعد قبل ما نكمل تاخد نفس عميق، تشرب كوبايه القهوه، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو انت حابب ان انا اطلع لك مره ثانيه، لان في فيديوهات زي ما قلت لك انت ما خدتش بالك منها لانها ما ظهرتلكش، ولكن اقسم لكم بالله لا تقل معلوماتيا عن اي فيديو انت بتشوفه بالصدفه. فرجاء اعمل لايك وشير لحد تاني يستفيد، واعمل سبسكرايب عشان ما يفوتكش اي جديد ان شاء الله. والله حلوه القهوه. ولو انت كمان حلو وجميل ما تنساش ان الفيديو ده برعايه برنامج ارافيستا. البرنامج بيحاول يسهلك امور السفر بالنسبه
انك تيجي لحد امريكا ان شاء الله. ما تنساش تعملوا داونلود، هتلاقيه على ابل ستور او جوجل بلاي، وتدينا 5 ستار ريفيو. ولو عايز تواصل معايا تقدر تحجز معايا ميعاد عن طريقه برده. قشطه، الدنيا لذيذه جدا وبسيطه وان شاء الله هكون معاك. خليني اوضح لكم نقطه بس بسيطه سريعه جدا افتكرتها وانا بشرب تقريبا القهوه ونسيت اقولها لكم، وهي ان ده ليه علاقه بالإيميجرنت فيزا. بمعنى ده ملوش علاقه بالنون إيميجرنت فيزا. النون إيميجرنت فيزا دي اللي هي السياحه، عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك اتلغت في البي 1 او البي بانواعها، يعني بي 1 بي 2 جي 1 والاف 1 دي ملهاش اي علاقه بالموضوع. بس هل ده معناه القانون ده مش هيأثر عليهم برضو؟ لا، هيأثر برضو. ليه؟ لان القانون ده من الاخر هو تدريب لموظفي القنصليه على انهم يقدروا يتحددوا انت شخص هتيجي امريكا عشان تعتمد على المساعده والمعونه ولا لا. وده من الطبيعي جدا ان هو يأثر عليك كواحد بتقدم اصلا على النون إيميجرنت فيزا. طبيعي ان هم يشددوا، ما بالك بقى اصلا اللي موجود دلوقتي، ما بالك بعد كمان ما يتمرنوا على القوانين الجديده. على فكره ده اصلا اللي موجود دلوقتي كده، انا بس بقول لك ان هم هيشددوا بعد كده لان هم هياخدوا تمرينات اكتر كمان على الموضوع. فمن الاخر عايزين يعرفوا ان الشخص ده لما يجي هيصبح وهيكون بابليك تشارج عليهم ولا لا. وللاسف لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي مفيش ميعاد معين ومحدد لموضوع التدريبات بتاعته. احنا قاعدين كده لحد ما ان شاء الله باذن الله يقولوا ان خلاص التمرينات بتاعتنا والتدريبات بتاعتنا خلصت، الموضوع اتفتح تاني يا جماعه. خليني بقى اخدك للخبر التاني، ولكن عشان اخدك للخبر التاني وافهمك ايه علاقته بالخبر الاولاني خليني افهمك الاول هم اصلا كانوا بيعملوا ايه. تقول لي يا جاكسون بيعملوا ايه في ايه؟ انا مش فاهم. هقول لك بقى. بص يا سيدي، دلوقتي البابليك تشارج ده خلاص انا فهمتك هو ايه، وعلشان يحطوا فيه القوانين الجديده اصلا كان في هات وخد. ده حرفيا يعني ماشي، حاول تفهم معايا. بمعنى انا كنت بحط شويه معلومات، شويه قواعد، نقعد مع بعضينا نفكر فيهم. ايه رايكم في دول؟ تمام. ايه رايكم في دول؟ تمام. نعيد ترتيباتهم، نقول ده اوكي، نقول ده لا، نقول ده ماشي يمشي، ده ما يعديش، وهكذا. القانون بقى الثاني اللي طالع قريبا وهو 18 سبتمبر هيعلنوا عن الفاينل بابليك تشارج رول. يعني من الاخر هم هيعلنوا عن القائمه النهائيه بالنسبه للبابليك تشارج. الخبرين دول مختلفين تماما ولكن بيربطهم حاجه واحده وهي البابليك تشارج. ايه بقى علاقه القانون ده بالناس اللي جوه امريكا؟ دلوقتي انا قلت لك ان هم بيحاولوا يقدروا يعرفوا الناس اللي جايه دي هل هي ناس هتبقى بابليك تشارج عليهم هنا ولا لا. طيب بالنسبه للدوله، الناس اللي دخلت جوه هنا دول هيمشوهم؟ لا، مش هيمشوهم. طب ازاي يقدروا يعرفوا الناس دي تستحق انها تقعد ولا لا؟ فادوا صلاحيه جديده بقى، وهو ده القانون الجديد اللي هيتم تنفيذه يوم 18 سبتمبر اللي جاي. ان هم ادوا صلاحيه لليو اس سي اي اس او اداره الهجره الامريكيه ان هم بعد كده يقدروا ان هم يطلعوا على كل المعلومات اللي ليها علاقه بيك علشان يقدروا يحددوا انت شخص تستحق انك تاخد الجرين كارد ولا لا. كل الكلام اللي بيحصل من تغيرات كل يوم ده بيثبت كل كلمه انا قلتها لكم على مدار اكتر من 10 سنين واكتر من 900 فيديو على قناه اليوتيوب بشرح لكم فيها كل حاجه بتتعمل ازاي وقلت لكم قد ايه هي سهله. وبالتالي بعد 10 سنين هو بيحاولوا يصعبوها عليهم. فاي حاجه تقريبا انا بقول لك انها ما بقتش بتتعمل تعرف انها كانت بتتعمل. فخليني اوضح لك اكتر. دلوقتي الناس اللي بتيجي على امريكا اول حاجه بتفكر فيها هي انها تعمل اقامه. فبتعمل اقامه عن طريق كل الطرق الاقامه اللي انا شرحتها في 100,000 فيديو قبل كده. طيب لما بتعمل ده بتكون مستنيه الجرين كارد. كان الموضوع بسيط جدا. اولا اليو اس سي اي اس ما كانش ليهم اي امكانيه في ان هم يقدروا يعرفوا اي حاجه ليها علاقه بيك كديب انفورميشن عنك. فكان اخرهم يتاكدوا ان الكيس بتاعتك سليمه ويدوك الجرين كارد على طول. اهلا وسهلا، تقعد 5 سنين بعد حصولك على الجرين كارد ده انت خلاص بقيت امريكي ومعاك الباسبور الامريكي. دلوقتي بقى الموضوع اختلف. الدوله بتقول لاداره الهجره ايه؟ بتقول لهم بكل بساطه احنا يا جماعه كدوله اديناكم الصلاحيه في انكم تعرفوا كل حاجه عن الشاب او الشخص اللي مقدم على الجرين كارد ده. فمن النهارده اي حد مقدم ومستني او اي حد لسه هيقدم لازم يبقى عارف ان اليو اس سي اي اس بقى عندهم الامكانيه في ان هم يعرفوا كل الديتيلز عنك، وبالتالي يقدروا يحققوا ويعرفوا انت شخص تستاهل انك تاخد الجرين كارد ولا هتكون بابليك تشارج عليهم. بص لازم تبقى فاهم ان انا زي ما بقول لك المشكله هقول لك الحل ومش هسيبك، وهقول لك ازاي تطلع بره المشكله دي لو لا قدر الله غصب عنك وقعت فيها وكنت بتاخد المعونه دي وانت برضه مقدم على جرين كارد. طيب خليني اديك مثال عشان تقدر تفهم اكتر، ولكن قبل ما اديك المثال ده يا ريت تعمل لنا لايك وتعمل سبسكرايب عشان ما فيش حاجه تعديك، وكمان تعمل شير عشان ممكن اكيد حد هيستفيد زي ما انت هتوري الفيديو ده لحد تاخد حسنه، انا كمان هاخد حسنه والحسنه تعم للجميع، وكمان انت هتستفيد من الفيديو ده وخلي غيرك يستفيد ان شاء الله وتلحقه باذن الله. بص لو انا جيت النهارده البلد دي او جيت من 10 سنين واول ما جيت زي ما اي حد بيعمل وانا قلت لكم تعملوا ايه وما تعملوش ايه ولازم تعيد وتشوف عشان تقدر تعرف كل حاجه. اول ما جيت قدمت على كاش اسيستنت اللي قلت لكم عليه تاخدوا فلوس من الدوله عشان تساعدكم في الايجار، واخدت فود ستامب عشان اقدر ان انا الدوله تساعدني في ان انا اكل واشرب، اخدت اي بي تي واخدت فاينانشال ايد واخدت هيلث انشورنس، اخدت كل حاجه لها علاقه بالمعونه والبنفيتس من الدوله علشان اقدر اقعد فيها حاطط رجل على رجل وما اسعاش في حاجه خالص، يبقى كل حاجه بتجي لي ببلاش. وانا قلت لكم طبعا المعلومات دي كلها قبل كده وقلت لكم ان كل ده موجود وبيتعمل، والناس كانت كتيره جدا طبعا للاسف الشديد بتطلع تهاجم الكلام ده لانها مش عايزه تعرفك الخير فين، ولكن طبعا كل ما ده بيتقفل كل
ما ده كلامي كان بيتثبت، وطبعا هم بيبقوا فرحانين جدا بالموضوع ده باي ذا واي يعني. طيب عشان نختصر مع بعض، انا بعد ما خدت الحاجات دي كلها قدمت على جرين كارد ومستنيه. هنا بقى الدوله بقى عندها الاحقيه انها تعرف كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، انها تعرف ان انا اخدت بنفيتس من هنا واخدت بنفيتس من هنا ومعونه من هنا ومساعده من هنا واخدت كل حاجه، وبالتالي ترجع تبص بقى هل انت بتشتغل، هل انت بتدفع ضرائب، ايه اللي خلاك تاخد الحاجات دي. يعني مش معنى انك بتاخد الحاجات دي هترفضك على طول اوتوماتيك، لا خالص برضو. يعني بيعملوا انفستيجيت ويشوفوا وراك ويسكاوت كده، يعرفوا انت فعلا خدت الحاجات دي عشان تستاهلها ولا لا. مش مجرد ان انت بابليك تشارج بتعول على الدوله وخلاص. ليتس سي ان انت بان عندهم ان انت واحد قاعد على المعونات، ايه اللي المفروض تعمله؟ هقول لك وهجي لك، بس خلينا افهمك المشكله الاول. وبالتالي انت كده فهمت ايه معنى ان الدوله او اليو اس سي اي اس اداره الهجره الامريكيه بقى عندها الاكسس الاعلى في انها تعرف، وهو ده تعرف بقى كل الكلام اللي انا قلته لك ده، تقدر تعرفه وتقدر تشوف التاكس بتاعتك وبتشتغل ولا لا، دخلك قد ايه، بتدفع ضرائب على الدخل ده ولا لا، كل حاجه تقدر انها تعرف عنك كل حاجه. ده بقى القانون بالظبط اللي هيتم حيازه التنفيذ بتاعه يوم 18 سبتمبر اللي جاي. خلاص كده انت جمعت المشكله. خليني اقول لك بقى الحل وايه ورا الموضوع اكتر عشان تقدر تستوعب يعني خطوه بخطوه معايا، ان الكلام ده صدقني مش هتسمعه عند حد، والله ما هتسمعه عند حد الا من رحم ربي بعد ما ياخد الفيديو ويستوعبه ويفهمه. ان شاء الله يقدر يفهمه لك باذن الله، ومفيش مشاكل خالص تشوفه عنده طول ما المعلومه بتوصل صح، فاحنا تمام في الكلام ده. حاجه اخيره هقولها لك قبل ما نخش في حل المشاكل دي باذن الله، وهي ان اداره الهجره الامريكيه اليو اس اي اس قالت ان هي هتبص على كل حاجه كيس باي كيس. يعني مفيش حاجه كده هتعدي او مفيش حاجه من تحت لتحت هتمر، لا هتبص على الحاله بتاعتك كامله. ندخل بقى على الحلول بتاعه المصايب اللي داخله علينا ترف دي واحنا مش عارفين جايه منين. بص بقى يا سيدي، دلوقتي الكيس باي كيس دي هتمشي ازاي؟ ليتس سي مثلا ان القواضي كلها هتترفض. بص انا مش بقول ان ده هيحصل، بس لو لا قدر الله حصل وان الناس كلها اترفضت للجرين كارد، هم هيعملوا ايه؟ هم مش هيرفضوا رفض تام، هم بيحطوا حاجه اسمها بابليك تشارج بوند. ايه هو بقى الضامن المالي ده يا عم احمد ولا جاكسون؟ بيقولوا لك ايه، انت ركز معايا دلوقتي. اداره الهجره الامريكيه وخد بالك هم اللي لازم يبعتوا لك، يعني هم اللي بيقولوا لك احنا هنبعت لك التشارج بوند ده علشان انت اللي تديها لنا، مش ما ينفعش تروح ده انت تقدم عليها من نفسك، لا لازم هم اللي يبصوا على الكيس بتاعتك وبعد كده يقولوا انت ممكن نديك فرصه ثانيه في انك تقدم التشارج بوند ده او البابليك تشارج بوند ده، وعلى اساسه ممكن نبص على حالتك تاني ونمشيها فنديك الجرين كارد. فهم اول حاجه بيبصوا على الحاله بتاعتك، بعد كده بيديك الفرصه انك تديهم الضامن المالي اللي هو البابليك تشارج بوند. فمن الاخر اداره الهجره الامريكيه اليو اس سي اي اس بتقول لك احنا محددين القيمه بتاعت المساعدات اللي انت ممكن تستخدمها مننا في الخمس سنين اللي جايين، ليتس سي بقيمه $100,000، فاحنا محتاجين منك بابليك تشارج بوند بحوالي $100,000 كضامن مالي ان انت معاك الفلوس دي ومش هتحتاج المساعدات بتاعت الحكومه علشان تستغلنا بسببها. بعد ما اداره الهجره الامريكيه بتبص على الورق بتاعك بيبعتوا لك الدعوه دي. الدعوه دي اسمها ايه يا عم جاكسون؟ اسمها بكل بساطه نوتس اوف انتنت تو ديناي. دي الفورم اللي هم بيبعتوها لك عشان يقولوا لك لو سمحت احنا عايزين منك بابليك تشارج بوند بالمبلغ المالي كذا، وده دليل ان انت هيبقى عندك المسؤوليه في ان انت تقدر تدفع الفلوس بتاعتك لحد 5 سنين جوه امريكا هنا من غير ما تستغل المعونه الامريكيه، ومن بعدها بتقدر تستخدم وتملى الفورم بتاعت اي 945 علشان تقدر تكمل امورك ان شاء الله. وانا من رايي وتقريبا شايف ان ده هيحصل مع اي كيس كانت فعلا بتاخد اي معونه جوه امريكا وهي مقدمه على جرين كارد، وهيبعتوا لك الدعوه بتاعت نوتس اوف انتنت تو ديناي ويقولوا لك ان احنا محتاجين منك الضامن المالي اللي هو البابليك تشارج بوند علشان نقدر نحدد ونكمل معاك ان شاء الله. وخليني اقول لك تغيير مهم جدا لموضوع الجرين كارد فورم. لازم تبقى فاهم لو انت هتقدم على الفورم بتاعت اي 485 علشان تاخد الجرين كارد، لازم تبقى عامل حسابك ان انت لو هتقدم بعد 18 سبتمبر ان اداره الهجره الامريكيه يو اس سي اي اس قررت ان هي هتغير الفورم دي، فانت لازم ما تبقاش عندك الفورمه دي متسجله وتخش تملاها، لا لازم تخش تحمل الجديده ان شاء الله، وبعد ما تحمل الجديده تملاها وتبعتها لهم. اي حاجه قبل كده مش هتتقبل، فلازم تبقى فاهم ان انت عامل حسابك انك بتنزل الفورمه الجديده وتملاها ان شاء الله. ولو ما بتفهمش المواضيع دي الافضل شوف محامي طبعا وتوكل على الله، لان زي ما قلت لك الفورمه القديمه مش هيتم قبولها اصلا. اخر حاجه بقى واهمها، لو احنا جينا حطينا الخبر ده مع بعضه كده وجينا نقارن اداره الهجره الامريكيه في العموم بتدور على ايه وعايزه ايه، هنا بقى الكلام يحلو. هنا امريكا قررت ان هي ما تغيرش حاجه واحده في العموم، دي ابتدت تغير حاجات كتيره جدا، وزي ما تقول كده خريطه مختلفه لما جاي من مستقبل، من ناس جوه البلد ومن ناس بره البلد، وابتدت تبقى ناصحه قوي في فكره انها عارفه قد ايه الناس نفسها تيجي جوه البلد هنا وتعيش، لان اي حد بيجي هنا بيعتبر ان البلد دي وطنه الطبيعي، لان بيبقى فيها كل حاجه، والناس اللي هنا اصلا تقريبا كلها جنسيات مختلفه، ولذلك ما كانش في اي مشكله خالص ان الناس ما تاخدش فيز في كاس العالم، لان كميه بشر من كل الجنسيات اللي
العالم هنا فوق ما تتخيل. فاللي بيجي هنا بيحس ان هو جه بلده الثانيه تقريبا. فمن بره امريكا اداره الهجره الامريكيه تقول لهم لا، اتمرنوا اكتر على الحاجات اللي احنا هنديها لكم، وقوانين الجديده ليها علاقه بالمعونه والناس اللي عايزه تاخد معونه، علشان احنا مش محتاجين ناس من النوع اللي بيجي يسترزق على البلد. واعتقد ان اللي انا بقوله دلوقتي ده في ناس كتيره جدا اصلا مبسوطه منه، ولو ان انا شايف ان الموضوع ده مش حلو خالص، بل بالعكس انت اصلا فلوسك بتروح في حته انت مش عايز تروح فيها وغصب عنك، وبالتالي ان الناس دي تيجي احسن وتسترزق افضل بكتير، او حتى ان فلوسي تروح في معونات ناس بتتعالج جوه البلد افضل برضه بكتير، او مساعدات ناس في ايجار برضه افضل بكتير. اي حاجه تقريبا افضل بكتير من ان فلوسي او ضرايبي بتروح لمكان انا مش حابب انها تروح فيه ولا حتى بدعمه. ده مش بس كده، ده بيروح في اماكن ما ينفعش اصلا تروح فيها، وكلنا طبعا فاهمين القصه فيها ايه. اما بالنسبه لجوه امريكا فالموضوع واضح جدا، الناس برضه اللي قاعده هنا على المعونه وبتقدم على جرين كارد، فاحنا برضه مش عايزينكم. فمن الاخر امريكا بتقول لنا بالطريقه ان اي حد هيعيش على المعونات هنا بطريقه ما ماشي ويحط تحتها 100,000 خط، احنا مش عايزينها. احنا مش عايزين الناس اللي هتبقى زي ما تقول كده ايه تقيله على الدوله، هتعوق الدوله. احنا بندور على الناس الحلوه، يعني من الاخر احنا محتاجين اللي عندهم قدره ماليه والموارد بتاعتك كويسه وتعليمك كويس ومهارتك كويسه وظروفك الشخصيه ممكن انها يكون ليها وزن اكبر في ملف الهجره بتاعك اصلا. فدي هم اللي بيدوروا عليه، هو ده النوع بتاعه، عايزين يجيبوا الناس دي كفايه الناس التانيه. ولو ان طبعا احنا كعرب، وانت واحد فاهم انا بتكلم في ايه كويس قوي، انا قلت لكم قبل كده فيديو كامل مكمل، احنا اصلا 1% من جميع البشر اللي موجودين جوه امريكا. فما تحزنش يا صديقي العزيز، الموضوع مش متوقف عليك انت كعربي، انا بس بعرفك كل حاجه عشان يبقى عندك العلم بيها وتاخد بالك منها. نهايه خليني اقول لك ان الموضوع مش هيمشي بفكره بعد كده هل انا مؤهل ان انا اخد الجرين كارد ولا لا، هل انا هعمل ده اخده ولا لا، هل انا اعمل ده اخده ولا لا، على قد ما هيكون هل الملف بتاعي بيقول ان انا اقدر اعتمد على نفسي فاحصل على الجرين كارد ولا لا. فهمت حاجه؟ يعني الموضوع دلوقتي لم يتوقف على الاوراق على قد ما يتوقف على تعاملاتك جوه البلد. وانا قلت لكم قبل كده الحاجات الاهم في وجودك جوه البلد هنا ازاي امريكا بتشوفك، فبتعرف انت راجل كويس جوه البلد هنا ولا لا. من ضمنها الكريدت كارد بتاعك او الدرايف لايسنس بتاعتك وحاجات كتير جدا قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل دي، ممكن تخش تشوفوها. وهو ده السر وراء كل اللي هم بيعملوه حاليا. واخيرا خليني اقول لك ان مش كل واحد مقدم على الهجره او مقدم على الجرين كارد بيخضع ناحيه الحته بتاعه البابليك تشارج اصلا. فاوعى تاخد اي قرار ليه علاقه بملف الهجره او الجرين كارد بتاعك لمجرد انك شفت قرار زي ده نازل من USCIS او انك شفت فيديو على السوشيال ميديا. افهم مني عشان جاي اقول لك مهم جدا جدا جدا. بس يا صديقي العزيز، فانا خلصت معاك النهارده المعلومه الحمد لله تعالى، ويا رب تكون انت استفدت. ولكن لو انت حابب يعني لو فكرت انك تدي مجهودي ده لحد تاني فعشان انت تستفيد بحسنه وانا استفيد بحسنه وتلحق واحد كان ممكن يقع في مشكله ليها علاقه بالجرين كارد او الايميجرنت فيزا، فيا ريت تلحقه وتقول له القانون ده نزل اوريدي يا صاحبي يا صديقي العزيز امبارح بتاع 26 اغسطس، وفي قانون جديد نازل يوم 18 سبتمبر اللي جاي، فلازم تاخد بالك منه وتاخد كل معلومه بما له علاقه بالواقع وما تسمعش اي حاجه بتتقال وخلاص. لازم تبقى عارف كل حاجه وكل نقطه عشان كل نقطه مهمه وكل حاجه هتفيد ان شاء الله. ويا رب يكون هذا الفيديو في ميزان حسناتنا بعد ما متنا، ويا رب تكون استفدت من هذا الفيديو الطويل وتخش تشوف الريل، ممكن تشوفه على الانستجرام او الفيسبوك او التيك توك ان شاء الله، او حتى اليوتيوب شورتس. ولو مش عامل فولو فاعمل فولو عليهم، ولو مش عامل سبسكرايب على اليوتيوب تتفرج عليه، لان تبقى عارف ان عقبال ما تشوفني تاني ان شاء الله باذن الله تعالى لو لينا في العمر بقيه ممكن يكون في كذا فيديو نزل وانت ما شفتهمش. وانا بقول لك يا صديقي العزيز ان والله لا يقل معرفه ومعلومات عن هذا الفيديو، فيا ريت تعمل تن اللي تحت ده علشان تيجي لك كل جديد باذن الله، ودعمنا اكتر عشان اقدر ابقى موجود دايما معاكم باذن الله. والله الواحد محتاج دعم جدا 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 منكم، لان الواحد بقى له اكتر من 11 سنه في الغربه بيحاول يفيد فيكم ان شاء الله. لعل وعسى ان كل تغييره بتحصل بتثبت ان كل كلمه انا قلتها على مدار ال10 سنين اللي فاتوا او 11 سنه كانت سليمه 100%. وبس يا سيدي، اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد، ويا رب اكون استفدتوا النهارده. كان معكم احمد بيوري جاكسون، ممكن افيدكم جدا في مواضيع السفر عن طريق خبره وتجربه كل هذا ان شاء الله. ولو عندك اي سؤال سيبه في الكومنت تحت. بشكركم وشكرا جزيلا. تشوفوا الفيديو ده او الفيديو ده او تعمل سبسكرايب هنا علشان نكون مع بعض الفتره الجايه ان شاء الله لو لينا في العمر بقيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ولو الواحد مات يبقى ده خير ان شاء الله، حسنات دائمه. سلام، خلاص اقفل، خش بقى اعمل اللي انت بتعمله. ما عملتش لايك ولا شير ولا اي حاجه، بكلم نفسي. انا غلطان، انا غلطان عشان نزلت اصلا اساعدكم. السلام عليكم.